استكمالا للجزء الثالث لصور عبد الحليم النادرة واللي احنا مشوفناهاش كتير معاكم هنا في الجزء ده. اتمنى تعجبكم. وكمان هنقول الأسئلة اللي سألتها في الفيديو اللي قبل اللي فات، مين اللي جاوب عليها صح. ومعذرة على صوتي إني تعبانة جدا، دعواتكم بقى بالشفاء عشان أقدر أصور لكم الفيديوهات الجاية بجودة كويسة. ويلا بينا مع صور أعز الناس وكمان إجابة الأسئلة. شكرا جدا لكل المشاركات الحلوة وإجابات الأسئلة الصحيحة والغير صحيحة كلهم. أشكرهم جدا على تفاعلهم وتعليقاتهم الجميلة. عندنا الإجابة، أصلا إجابة صحيحة للسؤال كان بيقول إيه؟ ما هي الصلاة السرية بين صلاتين جهريتين؟ صحيحة، أصلا مفيش صلاة سرية بين صلاتين جهريتين إلا عصر يوم الجمعة. والسؤال الفني كان بيقول إيه الأغنية اللي اتعرف بيها عبد الحليم؟ الأغنية اللي اتعرف بيها عبد الحليم وبقى عبد الحليم حافظ هي على قد الشوق، ولكن في ناس قالت عصافيني مرة وعلى قد الشوق، وفي ناس قالت صافيني مرة بس، وناس قالت على قد الشوق بس أنا أقصد الإجابة الصحيحة في 100% هي على قد الشوق بس، هي اللي اتعرف بيها عبد الحليم فعلا. الإجابة الصحيحة 100% كانت من زينب بكر، جاوبت السؤالين الفني والسؤال الديني صح 100%. وجنة الرحمن إجابة برضو صحيحة، وآسيا الفلكي أجابت السؤال الفني صح، وعلي أبو موعود جاوب السؤال الفني صح. فكلهم دول جاوبوا الأسئلة إجابة صحيحة، بس في ناس جاوبت بقى أسئلة مش صحيحة. المرة الجاية يجاوبوا وإن شاء الله أذكر أساميهم كلهم. كل متابعين عبد الحليم، كل متابعين أعز الناس بصراحة يستاهلوا مني الشكر. أشكرهم جدا على تفاعلهم وعلى لايكاتهم وتعليقاتهم. إن بقى تتفاعلوا مع الأسئلة الجديدة وتجاوبوها كلها صح. السؤال الديني بيقول من هو النبي الذي رزق بالذرية في سن كبير؟ يعني ربنا أنعم عليه بالولد بس هو كان سنه كبير. والسؤال الفني بيقول أغنية شغلوني وشغلوا النوم عن عيني ليالي غناها عبد الحليم في فيلم إيه؟ دول سؤالين سهلين، أتمنى بقى تتفاعلوا وتجاوبوا عليهم في التعليقات كلهم. وأتمنى بقى تعجبكم صور عبد الحليم الجديدة وتقولوا لي ايه احسن صورة عجبتكم واكتر صورة، والصور اللي مش بتشوفوها كتير. يعني بتحسوا في صور كده بنحس ان في صور قريبة قوي لينا بنشوفها كتير، وفي صور فعلا حتى بالنسبة لي بتكون جديدة. اتمنى يكون ألبوم الصور ده يعجبكم، وما تنسونيش بقى بالدعاء بالشفاء عشان اعمل لكم فيديوهات بإذن الله احسن من كده بكتير ان شاء الله. اسيبكم مع الصور الجميلة.